السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. اخباركم ايه في الجو ده؟ ربنا يكون في عونكم، يا رب يكون معانا جميعا ويهون علينا الايام الساقعة دي، مع ان انا من محبين فصل الشتاء بصراحة. يلا نعمل النهاردة كده مع بعض كيكة الشاي السهلة البسيطة ديت خالص، ونشغل الفرن كده علشان ندفي البيت، ونحتسب نيتنا ان احنا قايمين نعمل حاجة حلوة كده ندخل بيها السرور على قلوب ايه اولادنا وازواجنا كده هو حبايبي. اول حاجة حبايب قلبي ندخل كده على طول على المقادير الجافة. انا حطيت 3 اكواب من الدقيق، وحطيت معاهم كيس من البيكنج باودر، ممكن تحطي معاه محسن كيك، وكمان ذرة من الملح. الدقيق انا عايرت بالاكواب المعيارية، ممكن تعيري عادي جدا بالكوب اللي انت متعودة عليه، اللي هو بيبقى تقريبا 250 جرام. دخلت حبايب قلبي المكونات الجافة كلها على بعضها كده، وهقلبها كويس جدا وهسيبها لحد ما اجهز باقي الحاجات. بعد كده حبايب قلبي في الخلاط، او ممكن بالمضرب الكهرباء، ممكن كمان بالمضرب اليدوي عادي جدا، ممكن يعني هي سهلة بسيطة، مش محتاجة يعني ضرب كتير. حطيت حبايب قلبي في الخلاط، حطيت 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وبأكد ان هما لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة علشان توصلي للنتيجة اللي انت عاوزاها. 4 بيضات، وعليهم كيسين من الفانيليا، وحطيت كمان معاهم كوبين من السكر، 2 كوباية يعني من السكر، وكوباية من اللبن. كوباية وربع من اللبن، لأن أنا في الآخر احتجت ربع كوباية ورجعت زودتها. وكمان كوباية إلا ربع من الزيت. هضرب المكونات ديت كويس جدا في الخلاط وارجع لكم. خلاص يا حبايب قلبي، ضربتها كويس جدا حوالي 5 دقايق كده، لحد ما بص وصلت للنتيجة ديت، والقوام مناسب جدا. نزلت بيهم على المكونات الجافة، وهقلبهم كويس جدا جدا بالمضرب، لحد بالمضرب اليدوي، انا عملت بالمضرب اليدوي. هقلبهم كويس جدا لحد في اتجاه واحد طبعا، لحد ما اوصل ل ان يعني الدقيق يختفي خالص. تمام يا حبايب قلبي، تمام. طيب، هنضرب بقى كويس جدا. هنا انا احتجت اهوت ربع كوبايه من اللبن اللي قلت لكم عليها في الاول، ورجعت زودتها لان حسيت ان الخليط تقيل شويه ومحتاج ان هو يبقى اخف من كده. فانتوا من الاول زودوا الربع كوبايه، او لو عايزين تخليها جنبكم لو احتجتوا تحطوها، لو ما احتجتوش خلاص. لكن انا الدقيق معايا احتاج الربع كوبايه دي. طبعا احنا في الوقت دوت مشغلين الفرن على نار هاديه، علشان ندخلها على طول اول ما نجهزها. جبت الصينية الكبيرة ديت ودهنتها بالزيت، وحطيت فيها كده حوالي معلقة من الدقيق، ويعني عملت زي بطنتها كده هوت بطبقة خفيفة من الدقيق، علشان الكيكة تطلع على طول ما تلزقش فيها. بس كده يعني حاولت ان انا يعني ابطنها كده بالدقيق، واتخلصت طبعا من الدقيق الزايد ده. لو عايزة تستغني عن الخطوة ديت مفيش مشكلة خالص، هو الزيت بيكفي يعني. ده القوام المناسب للكيك. نزلت بيها في الصينية، وسويتها كده بالسباتيولا بتاعتي، او اديها خبطتين كده على الرخامة، بحيث ان هي تخرج كل الهواء اللي فيها. وكده تبقى جاهزة معانا. ندخلها الفرن على نار هادية خالص من تحت. اوعي تفتحي عليها الشواية، هي هتحمر لوحدها. النار من تحت بس، وتكون نار هادية جدا. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو، ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة، فضلا وليس أمرا. وهنا بقى خرجت. هنا حبايبي خرجتها خلاص من الفرن وقطعتها. هي طبعا المفروض ان هي تستنى كده يعني ايه لما تبرد خالص، بس انا بقى كنت العيال مستعجلين عليها فقطعتها وهي سخنة. بص اللهم بارك، الطلعة كلها سوا واحد، وكانت جميلة جدا، والسكر بتاعها مظبوط، وكانت في منتهى الجمال. لو عجبكم الفيديو بقى اوعوا تنسوا تعملوا اشتراك، تحطوا لايك، وتسيبي كومنت جميل كده عشان اعرف انتي متابعاني. قولي لي انتي متابعاني منين، من انهي بلد. انا من مصر، من اسكندرية. عايزة اعرف كده متابعيني منين. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم. استنوني في فيديو جديد، ولا تنسوا ان انتوا تدعموني وتدعوا لي دعوة حلوة كده هو بظهر الغيب، ولكم بمثلها ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.